السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله تكونوا على طول بخير وصحة وعافية دائما. برحب كل متابعيني على قناة قطايب الشام ويسعد كل أوقاتكم. اليوم طبختنا سهلة وسريعة، بطاطا بلحمة وبصلة. بس كون مستعجلة أو برات البيت فورا أول شغلة بتجي ببالي هاي الأكلة. المهم يكون عندي بطاطا. مكوناتها عبارة عن بطاطا وبصل ولحمة. عندي بطاطا كميات أكيد تقديرية مثل ما أنتم بتحبوا حسب عدد الأشخاص اللي بدها تاكل. عندي 4 حبات بصل حجم وسط، واللحمة طلعتها من الفريزر. أنا بقسمها هيك حصص بهذا الشكل وبرققها منشان لحتى اللي طالعة من الفريزر يكون يسهل علي تقلايتها، يكون سهل وقت التقلاية. هلا هون بدي أقطع البطاطا بهذا الشكل. هلا ممكن تقطعوها مكعبات وممكن تقطعوها مثلثات مثل ما أنا مقطعتها. كتير الوصفة كتير سهلة وبسيطة وسريعة. مثل ما قلت لكم التقطيع بيرجع لكم في الأحجام اللي تعجبكم. هلا هون بعد ما خلص التقطيع بدي لي البطاطا. هلا هون بمقلاية حامية على الغاز. عندي بعد ما سخن الزيت طفيت الغاز لبين ما اخلص تقطيع. هلا هون رديت شغلت الغاز، رح نزل البطاطا. هنزلهم على دفعتين حتى تضل عندي البطاطا مفلفلة، ما بدي اياها تلزق ببعضها. بديهم تحريكة بسيطة. هلا هون استوت البطاطا وصارت بهذا الشكل. ممكن تعطوها تأميرة أكتر من هيك بس أنا ملاقية هيك لونها كتير مناسب. هون حطلعهم على زبدية حاطة فيها ورق أطباق حتى يمتص الزيوت اللي من البطاطا. حقيمون مثل ما قلت لكم فيكم تقيمون بعد أو قبل، بس أنا هيك ملاقية لونهم مناسب. شايفين لونهم ما أحلى؟ هلا ححط الدفعة الثانية من البطاطا. هالوصفة كتير سهلة وسريعة التحضير، تتحضر معك بمنتهى السهولة. أهم شي يكون عندك المكون الأساسي اللي هو البطاطا. هلا كمان هيك استوت المقلاية الثانية عندي وصارت بهذا اللون. شوفوا لونها شو حلو. هلا ممكن كنا نقليها تقلاية نحن مع اللحمة، بس هيك بتطلع مفلفلة أكتر، ما بتطلع مخبوصة خبص. هلا هون مقلاية على الغاز بدي اقلي اللحمة. رح احط زيت نباتي، فيكم تحطوا زيت بلدي مثل ما انتم بتحبوا او تستبدلوا بالسمنة او بالزبدة مثل ما انتم بتفضلوا. هلا دابت اللحمة عندي مثل ما واضح. رح اضيف الملح والفلفل. بس تكون اللحمة بلدي، اللحمة حمراء، أنا ما بحب أحط لها أي إضافات غير الفلفل والملح بس. أنا بحب حافظ على نكهتها، وخصوصي بس نحط بصلة بتوفي بالغرض. ما في حاجة للبهارات كتير، هذا من وجهة نظري. أكيد أنتم مثل ما بتحبوا فيكم تضيفوا. هلا هون رح أقطع البصل جوانح بهذا الشكل. كمان فيكم تقطعوا البصل ناعم مثل ما أنتم بتحبوا. هلا حضيفهم فوق اللحمة. شايفين بعد ما تقلت اللحمة عندي ونشفت ميتها بدي اضيف البصلة. كمان بدي رشة ملح لتدبل البصلة.
كمان بدي اقلبها تقليبه لتدوب على الاخر. شايفين بعد ما تقلت البصله ما احلى لونه وما احلى هالتقلايه. هلا رح ضيف البطاطا اللي قليتها. هلا بدي احط لها مي تقريبا نص ملح اول شي، وبعدين بحط لها مي تقريبا نص كاسة شاي مي حتى ما تنشف نشاف، حتى تقدر تعطيها طراوة. قلبها كمان تقليبة حتى ما تنخبص، انا ما بدي اياها مخبوصة، بدي اياها تحافظ على الفلفلة تبعها. هلا على نار هادية بتركها 10 دقايق مو اكتر، لانه كل شي عندي مستوي، التقلاية، اللحمة، البصلة، البطاطا، كله ما بده يعني. احنا بخينا لها بخة مي مشان تطرى، وهون طيبة كتير كتير مع الليمون والمخلل. اكيد اذا بتفضلوا شي تاني كمان انتو فيكم تضيفوه. صحتين وهنا.